قال وليد الركراكي أن 5% من المغاربة فقط هم المنتقدون للمنتخب المغربي حاليا، و95% مقتنعون بأدائه. أهلا بكم في الندوات الصحفية لوليد الركراكي قبل وبعد كأس الإفريقية. دائما ما كان مستفزا للجمهور بطبعها الأول وللصحافة أيضا، لكن إذا قارنا الصحافة المغربية بهذا المعنى فتستحق هذه الثغرات والانتقادات والاستفزازات التي يقوم بها وليد الركراكي، لأن لو رأينا اللقطة التي قام بها الصحافة أمام أنظار عبد الصمد الزلزولي بعد مباراة المنتخب المالي. عبد الصمد عين أكثر ما عيش ونشوف بكل صراحة لقطة هاوية. فأهلا بكم في الحلقة السادسة من الكلام مع يونس، التي نتحدث فيها عن المنتخب المغربي، كيف سيلعب غدا، ما هي الطريقة، لماذا سنفوز ولماذا سننهزم، أو كيف سنتعادل. سأعطي كل الاحتمالات وسأعطيكم الأسماء التي لا يجب أن نراها في التشكيل والتي يجب أن نراها ولا بد أن نراها في التشكيل. يا وليد لا نطيل الكلام. أهلا بكم في وليد الركراكي كعقل، كيف أنه أدخل نيل العناوي كالصور في آخر دقائق المقابلة، قدم أداء اللي هو جميل صراحة، ومع غياب أمرابط تأكدنا 100% أنه يجب أنه أمرابط ما يكونش أساسي في مباراة يوم غد أمام المنتخب الزامبي. أما بالنسبة للدفاع أظن أنه الفيديو السابق مع الصديق أنور حسمنا في أمر جواد الياميق، لا يجب أن يكون كقلب دفاع. شوفها كيما بغيتي، تبغي يتبدل مع أكرد، تبغي مسينا مع أكرد، تبغي حتى مزراوي يكون رفقة أكرد في المنطقة، ما عنديش مشكل. المهم الياميق حاليا بالأخطاء اللي قام بها، رغم أني طلبت ما يكونش أساسي حتى يعني بدون أخطاء، فقط انه يكون لاعب سريع ترجع الكره واعادتها، لانه ولينا نشوفوا المنتخب المغربي ملي كيضغط الكره كيلمسها اكرد وامرابط ومزراء والياميق، يعني قلوب الدفاع رفقة وسط الميدان يعني كثيرا، فهم اللي كيكون لهم ذاك الضغط باسترجاع الكره وتكون الهجمه. يعني ملي كتكون ضغط على الفريق، مثلا فريق المالي او الفريق الزامبي او حتى جزر القمر والمنتخبات اللي غنواجهوها من هنا للامام، يجب يكون ذاك الضغط الطويل، ماشي تضغط في محاوله ترجع تعاود تبني هجمه من الصفر. يعني هاد العوده باش انك تبني هجمه ازيرو كتخلي المنتخب يكون ثقيل، هذيك الثقل كيخلي اللاعبين الخصم يكونوا واقفين بطريقه ذكيه، يعني ما خايفينش وما كاينش عليهم ضغط. ملي كتضغط بمحاوله من هنا، ها الكره لعب من هاد الجهه اليمنى، ما بغاتش الكره تلعب من الجهه اليمنى، رجعها لعبها بالجهه اليسرى، هنا كيكون واحد الحركه بالنسبه للمنتخب المغربي كنشوفوا فيها واحد الروح، واحد القتاليه، واحد الاداء الذي يطمئن له القلب. انا ما كنطاقتش وليد حاليا، رغم انه اللي تابعنا على انستغرام كيشوف انه كان واحد الغضب بعد المقابله، ولكن نحاول ندور بعقلانيه. اللي كما قلت في كاس العرب اللي سكيتو تعادل في جميع المسابقات اللي شارك بها مع المنتخب المغربي في الجوله الثانيه. في كاس العرب تعادل، كاس يعني الشان انهزم مع كينيا، وفي كاس الاولمبياد انهزم مع اوكرانيا. يعني دائما الجوله الثانيه كتكون صعبه من الجوله الاولى، يعني الا دخلتي في الجوله الاولى مزيان الجوله الثانيه كتكون اصعب. يعني الظهر نتاع المنتخب المغربي انه دخل باداء اللي ما هواش في الجوله الاولى واستطاع الفوز، ولكن في الجوله الثانيه وقفتي امام فريق صعيب اللي هو المنتخب المالي. انا ما كنقولش ان غنتعادلوا ولا غنهزموا امام منتخب زامبيا، لا، منتخب زامبيا فريق منظم. شفنا انه جميع التعادلات، اغلبها التعادلات اللي جات في هذه الجولتين كانتا في مجموعه المغرب بمعدل 4 تعادلات في جولتين، تعادل المنتخب الزامبي مع المالي، منتخب الزامبي مع جزر القمر، منتخب المغرب مع منتخب المالي. يعني فرق لا تريد، يعني افضل لها انها تاخذ نقطه من انها تنهزم، او افضل تعمل 3 نقاط. يعني طريقه انهم ما سهلينش. يعني منتخب الزامبي اللي غتواجهو يوم غد سيكون منتخب واقف تكتيكيا، لاعب على الهجمات المرتده، متكتل دفاعيا، كيلعب خطه 4-3-3 او 4-2-3-1. واحد الخطه اللي يعني دعونا نعتبروها خطه
دفاعيه وايضا في نفس الوقت هجوميه في الهجمات المرتده يكونوا اكثر ثقه واكثر خطوره. يعني نحاولوا نتفاداو التمريرات الخاطئه في وسط الميدان اللي شفناهم كثيرين في مباراه المنتخب المالي بسبب الضغط اللي قام به ثلاثي وسط الميدان اليو ديانغ، سانغاري وبيسوما. خلى المنتخب المغربي يكون في واحد القوه، يعني دعونا نقول غائبه في وسط الميدان. خلى الكرات يعني التمريرات ولا كاليتي دو باس سواء بالضبط نونتي المرات يقوم باخطاء كثيره. يعني ذاك الضغط الذي يقوم به خط وسط الخصم كيجعل خط وسط المنتخب المغربي ميت، والمنتخب المغربي باكمله واقف على هذا الثلاثي نايل العناوي امرات وناحي. فلذلك افضل ثلاثي واحد نايل العناوي وناحي وحتى دياز او حتى بلال الخنوس مكان وناحي. نشوف اللاعب اللي دعونا نقول انه شفت فيه حركه وعنده واحد الثقه في اللعب وعنده واحد البروده الدم وايضا سرعه في افتكاك الكرات ولعبها للامام، غيفيدنا امام المنتخبات اللي كتغلق عليك دفاعيا. فلما لا نشوفوا الخنوس في مباراه يوم غد، ولكن نتمنى ما نشوفوش من جديد لانه من الخطا يتعلم الانسان يا ركراكي. انا اخاف انه الركراكي ما كانش ولا هو راضي بالاداء ولا دعونا نقول ما شافش صيباري انه وقف في ذاك المكان. ما يمكنش يعني انه مقتنع بصيباري كجناح. فحاليا الركراكي انا اخاف عليه انه من صيباري يلعبوا في ذاك المكان، لانه بكل صراحه هذا الاداء لا يقنع. من الافضل صيباري يدخل اساسي في مكانه احتياط ونخليو كجوكر في الشوط الثاني يكون افضل، ونعتمدوا على زلزولي يمينا وعلى اخو ماشي يسارا نكونوا استفدنا كثير. لانه ما دافع على الركراكي كيلعب بجوج اجنحه وبالذات الاصل ديالهم كيلعبوا يعني مهاجمين وهميين، فهنا كتكون غياب الاطراف. فمن عند من كتنتظر هذه القوه يعني تاع الاطراف من الاظهره يونس انس صلاح الدين وايضا نوسل المزراوي ضعيف في هذه الحاله الهجوميه، لانه صعب انه يطلع حتى لديك المنطقه خوفا من لاعب الكرات من وراء ظهره. هذا هو كشخص ليس كتكتيك، يعني ما كيطلعش بزاف، ماشي من الجواهر ديالو مثل اشرف حكيمي. فانا كيخليك بغياب جهه يمنى كامله الا كان داك الثلاثي اللي كيلعب كرات وكيمشي بثلاثه بهم كيطلعوا بالكره. اما بالنسبه ليوسف انس صلاح الدين فمقدم لحد الان كان جميل وكيقوم باداء اللي عليه في ديك الجهه، ولكن ماشي بداك الاداء اللي كنتسناوه من الاطراف من الجناح. يعني يوسف انس صلاح الدين في ذلك المكان كيدخل حتى المنطقه، يقدر يدخل لك عرضا يعني بهذا الشكل، ما يمكنش يدخل بطريقه مباشره لانه ماشي جناح وصعيب ما عندوش ديك المهاره. وفي نفس الوقت لسونتراج نقدروا نستافدوا منه. مثلا دخلت يوسف انس صلاح الدين ما يمكنش تدخل ايوب الكعبي يعني اساسي وطلب من يوسف انس صلاح الدين يرفع كرات امام مثلا في مباراه المنتخب المالي امام مدافعين يتراوح طولهما ما بين متر 98 ومتر 97. فهنا كتقول للكره اذهبي وشوف كي دير. هذا هو المعنى ديال المقابله. باش ما كثروش منتخب الزامبي منتخب اللي كيلعب كرات اللي دعونا نقول ثانيه، مثلا اللي شفنا في مباريات اليوم من كاس افريقيا جوج الاهداف اللي تماركات جاو من كرات ثابته او كرات ثانيه. نفس الشيء بالنسبه للمنتخب الزامبي، يعني تصويب من بعيد وانتظار الكره ترجع من الحارس. يعني واخا تكون تصويبه صعيبه انها تسجل كينتظر الكره الثانيه اللي غترجع من الحارس بون. فهنا غيكون يعني واحد الضغط على الدفاع وايضا على الحارس باش انه معظم الكرات اللي غيجيوه يكونوا بعاد على المنطقه اللي غتكون خطيره، سواء بيخرج الكرات للركنيه او حتى انه يحاول يتفادى ان الكره تخرج من بين يديه. فنحاولوا نلعبوا بكره جماعيه. اظن لازالت امال رغم انها ضئيله بالنسبه كاداء اللي شفناه، ولكن ثقتنا متواصله في هذا المنتخب وفي المدرب ايضا، حتى يعني تنتهي كاس افريقيا توجنا او لا. ثم هنالك بالطبع للحديث بقيه. كان معكم يوسف من قناه من برنامج كان معي. نلتقي في الحلقه القادمه باذن الله. دمتم في رعايه الله. الى اللقاء.